حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها وبرها، خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عكاسة والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعالي فخر وشوق الإسلام، ثم إلى أرواح الوالد أحمد خان عبد الله صمد المقام جعل أحمد خان عبد الله إخوانه، ثم إلى رحماتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، غفر الله لهم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يسرون الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، فبهذا الحديث أنتم مدهنون.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من معنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا في فضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبارها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عكازم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه بكر بن سالم وكعك بن سالم قطب رباني سيدنا شيخ عبد القادر جيلان وسيدنا شاذلي ثم إلى روحي قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قد بالوشافة البلاد الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد والحبيب أحمد بن زنهبشي قد بالملي صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن زنهبشي وأصولهم وأفرهم ثم إلى روحي صبي هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روحي المرحوم Bapak Buamin, Bapak Syukur, Mbah Sugemi, Bapak Ki Haji Asy'ari, thumma ila ruhi Bapak Amir, wa thumma ila ruhi almarhum Pak Salasin wa usulihim wa furim, thumma ila ruham amwatina wa amwatikum wa amwatil hadirin wa amwatil muslimin ajma'in, anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah asmul jannah wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أحل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بالشقاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على
محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله فإن عليه تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك صلوا السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه إحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى علي علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة صلى الله عليه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه دار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه جل هذا المن الذي تكرم به المن صلى الله عليه هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وضرجت برد العوالم بتراج الكريم اللهم
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله يتشرف بدون الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الألم موالى جل شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله وهو من فوق ما قد رد رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعكل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه وسلم في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وسلم أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بالتبالغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بعجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وسلم وبرز فيها في
خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه يتسبياره المصلي عليه به فينبث في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويتبع بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكذيب والتكريم صلى الله عليه القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبشر صلى الله عليه ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله يتشرف عليه في موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله حتى فاز عليه في عالم الشهادات بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله فتعلقت عليه همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لا تفي بعشر معاشر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه الكلام عن شؤون خير لنا صلى الله عليه تدوين ما حفظته من شر أشرف المخلوقين صلى الله وما عليه أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله بقيت عليه رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجتشوا إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين في شفاعة هذا النبي الشافع آمين روحاني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى
صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر ونزل سلم عليه النبي من حضر النبي خير البشر من دنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من
عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس السلام بين يديه. النصارى والمجوس السلام بين يديه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين. الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين. نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه. نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي ذاك المليء قوله قول صحيح. النبي ذاك المليء قوله قول صحيح. والقرآن شيخ فصيح الذي أنزل عليه. والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه
وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الباب من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه. هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمته أنشأها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكر ولا من ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه وعلى آله اللهم وصحبه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله بقرب عليه ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة لكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولما الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والدور صلى الله عليه. في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب وان وضع هذا الحديث صلى الله عليه. علت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب. صلى الله عليه. وبركات الله على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين ادعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. من أتم الله عليه صلى الله عليه. الأمة ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه. قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله فتربت الذي رتب عليه. الله على خدوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانطلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. Hadirkan Rasulullah yang dalam atina pakhusyuk pahadir dalam atina bi tibi pakerong daga Gusti Kanjeng Nabi. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حماد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم لغرد واستطيع
الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا لبشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول صل على محمد بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجواره خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلوا عليه. يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيه فيه مشكورا وفعلي فيه ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات مستودع أمانتك وحافظ سر وحمل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك سر شادك لآله سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في مطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وجه من المؤدين ولعهدك من اللهم إنا لنا عطما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب والمسيء والسائل بما والمؤمل مما وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشريب بشاته أولادنا ووالديه وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمن في جميع الجهاد وأدم راية الدين القوي في جميع القطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر وتقبل يا الله يا رب وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإهدم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من واجعلنا فضل سبحان